سلام متابعين قناة ألف حكاية وحكاية، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة مع حكاية لقصة جديدة. ولا كنتي ضيف جديد ما تنساش تشترك في القناة وتخلي لايك وتعليق، وجلس بشي مكان يكون هادئ وطفي الضوء. يلا على بركة الله. ما غاديش نبدا بحال كاع القصص ونقول اني ما كنتش مآمن بالجن، لاني عارف انهم كاينين، ويمكن يكون شي واحد منهم حاضيني دابا في هاد اللحظة اللي فيها انا غنبدا نحكي لكم قصتي. المهم نبدا لكم قصتي. انا سميتي سعيد، واخا انا ما سعيد ما والو. عندي 19 سنة، وانا بحالي راه تيكونوا يقراو دابا في الباك وسادين على راسهم بكثرة المراجعة باش يتفوقوا ويحصلوا على شهادة البكالوريا. لكن انا كنت مختلف على باقي الطلبة اللي عندهم الباك، حيت عزيز عليا نجول ونكتشف اي حاجة. واخا كنت مزير بالعام الدراسي ديال الباك، كنظن غطرحوا بعض التساؤلات اللي كتعلق باش من النوع تاع الاكتشاف اللي كنت انا مهتم به. نقدر نختصر لكم ونجاوبكم على تساؤلاتكم. انا واحد النهار قريت واحد الكتاب ملعون وكنت بغيت نكتشف الخبايا ديالو، ودابا غادي نبدا لكم قصتي مع هذا الكتاب الملعون. نعرفكم اولا بعلي وسفيان وفيصل. هادو هما اصدقائي واللي كنعتبرهم خوتي في نفس الوقت. رغم اختلاف شخصياتنا الا اننا كنتفقوا في كل شيء. واحد النهار كنا مجتمعين وفكرنا في المستقبل، وقلنا علاش ما نقراوش في شي ثانويه جديده احسن من هذه اللي فيها حنايا دابا، لان الاصدقاء تاعنا غيروا الليسي وحسوا بواحد الفرق كبير في المستوى التعليمي. وفعلا الموضوع خدا حيز كبير في عقولنا، وقررنا ننتقلوا لواحد الليسي جديد. ولكن المشكله هو اننا خصنا السكن، لان هاد الليسي جا بعيد على البلاصه فين كنسكنوا، وماشي من الساهل عائلتنا يوافقوا. بعد الحاح مني على عائلتي وافقوا، ووافقت عائلة علي حتى هما باش اننا نقدروا نغيروا الليسي. لكن سفيان وفيصل كان العكس، عائلتهم ما وافقوش، وهذه اول مره اللي كنا غنتفرقوا على بعضياتنا. ولكن واخا هكذاك ما فقدناش الامل، لاننا قررنا انا وعلي نمشيو نطلبوا العائله تاع سفيان وفيصل. وكان المكان اللي غادي نمشيو نستقروا فيه كان مكان زوين بزاف. بصراحه كانت واحد الشقه اللي زوينه، وانا ما صدقتش راسي انني غنسكن تما، لان المكان اللي غنستقر فيه كان حي راقي، والشقه كما قلت لكم كانت زوينه واخا كانت صغيره شويه. المهم دازت يومين هو يتصل بيا سفيان وفيصل، وخبروني انهم غادي يلتحقوا بيا انا وعلي ويجيو يسكنوا معنا ويقراو معنا في الليسي جديد. وانا كان هذا بالنسبه لي خبر مفرح، وقلت اخيرا غادي نتجمعوا. المهم داز نهار وجمعنا حوايجنا ووصلنا الاب تاع علي في الطوموبيل، وكنا فرحانين بزاف، وبالخصوص انني اول مره غنعتمد على راسي. لكن اللي ما كنتش مرتاح ليه هو الحارس تاع العماره. من اول نظره شفتو جاني وجه مخيف بزاف، واخا انه كبير في السن. المهم سكننا في ديك الشقه وبدينا يوم دراسي جديد في الليسي اللي تحولنا ليه. والحمد لله كان كلشي فرحان، وبدينا بواحد الجهد تاع الناس اللي بغاو يقراو. واحد النهار كنت انا وعلي غادي للدار مع 12 تاع الليل، وحنا ندوزو من حدا البيت تاع العساس تاع العماره، وبان لينا الباب تاع البيت مفتوح وخاوي ما فيه حتى شي واحد. شويه شدنا الفضول وحنا دخلنا نضربوا واحد الطليله، ويبان لينا واحد الكتاب. انا هزيت داك الكتاب وبان لي الغلاف ديالو قديم بزاف، وحتى من السميه ديالو كانت ممسوحه. لكن الغريب في الامر ان بحال هاد النوع تاع هاد الكتاب وحتى النوع تاع الورق تاعو قديم بزاف، جاني بحال داكشي ديال المخطوطات. وما علينا، هزيتو وديتو معايا ودخلنا للشقه. لقينا سفيان وفيصل وجدوا لينا العشاء، راكم عارفين الحياه الدراسيه. المهم تعشينا وشويه في واحد اللحظه تنتفكر الكتاب، وانا نطلب من علي باش يمدو ليا. قال لي واخا، مشى جابوه والدراري كانوا ناسين، سفيان وفيصل. ديك الوقيته اللي كنت غنقرا الكتاب يعني كان في النص تاع الليل. المهم مع الحله تاع داك الكتاب ضرب فيا واحد البرد قوي بزاف، اول مره نحس به. وانا نطلب من علي باش يسد الشرجم. قال لي راه مسدود، وانا نعاود نقول لي عافاك سد داك الباب، ياك ما هو اللي مدخل لينا البرد. قال لي حتى هو مسدود، واش غتحمقني ولا شنو؟ وانا نقول ليه واش حسيتي بشي برد تا انت؟ قال لي سكتنا راه مرضتيني. المهم زدت نشوف في الكتاب وما علينا. مع الخلعه قلت يعني تقدر تكون غير السخانه البارده وصافي. حليت الصفحه الاولى كانت فارغه ما فيها حتى شي حرف.
والصفحة الثانية كذلك كانت فارغة. بصراحة أنا تعجبت. عقب دزت للصفحة الثالثة لقيت فيها واحد الكتابة بشكل وواحد الرسم على شكل نجمة خماسية مع شفاعة عالي. قال لي: ناري، هذا راه كتاب تاع السحر الأسود صاحبي. قلت لي: باش عرفتيه؟ قال لي: راني شفتو في الانترنت، وراه جوج نسخ اللي كاينين في العالم كامل. شويه انا تشوكيت وركبتني الخلعه. لحتو وقلت لي: شعل داك الضوء عافاك، راه ما غاديش نقدروا نعسوا هاد الليله. قال لي: واخا نعسنا ولا ما نعسناش، حتى انا هكاك تنحس بشي حد تيشوف فيا وتنتغطى. المهم ديك الليله بقينا بجوج بينا مخلوعين وما قدرناش نعسوا. عقب صباح الصباح والدراري وجدوا الفطور، وانا نوض مدقدق تقول انني كنت شاد الماء بشي فيرمه بالليل. المهم فطرت ومشيت للسي مع الدراري، وعلي شاف واحد البنت عجباتو وبقى مقابلها، كان سميتها هدى. المهم رجعنا داك النهار للدار وانا نقول لعلي ما حد العشيه اجي نعاودو نستطلعوا على داك الكتاب. مشينا هزينا حلينا وبدينا نقراو، واخا داكشي كان كله عباره عن طلاسم. شفت فعالي ولقيت عيني ما محركينش وحمرين. انا بصراحه تخلعت، ولكن في نفس الوقت زدت نقرا حتى لقينا واحد الكلمات بحال فيها تحدي تاع شي لعبه. مكتوب انك خاصك تجيب خاتم تاع النقره وحفنه تاع التراب من المقبره، وورقه خاص تكتب عليها الارقام من 1 حتى 9 والحروف من ا حتى زد. المهم عاودنا للدراري هادشي، سفيان وفيصل حتى هما وافقوا وقالوا نجربوا هاد التحدي. وهادشي كان فقط غير من اجل المتعه والمغامره، لكن ما ضربناش حساب العواقب اللي غتجي من بعد. المهم وصلت الخمسة تاع العشيه وقررت انا وعلي نمشيو لواحد المقبره بعيده بشي نص ساعه تقريبا ديال الطريق. مشينا دخلنا ليها، بان ليا واحد القبر هزينا منه شويه ديال التراب وترحمنا على مولا وخرجنا. وحنا جايين في الطريق تنسمعوا انا وعلي: كريمر، رجعوا رجعوا. تندور ما تلقى حتى شي واحد. سولت علي: واش سمعتي حتى انت هاد الصوت اللي سمعت؟ جاوبني بآه، وانا نقول لي: علق اخويا علق. وحنا نضربوها بجريه، ما وقفنا حتى للباب تاع الدار. دخلنا للدار وكنا عرقانين والخوف ساكن فينا، مي ما بغيناش نخلعوا الدراري الاخرين. وصل اذان المغرب وحنا نبداو ديك اللعبه. المهم جبدنا ورقه ودرنا داكشي اللي كامل في الكتاب وحطينا خاتم تاع النقره، وكان السؤال تاعنا: واش علي غينجح في الباك هاد العام ولا لا؟ وقرينا داكشي اللي مكتوب شويه تحرك الخاتم عند نعم. وسفيان من كثرة الخوف والصدمه بدا كيضحك. الساعه جاتو واحد التصرفيقه حتى دروجو خبط في الحيط. تما زدنا تخلانا ولحنا ديك الورقه والكل شي بقى مصدوم. اواه سفيان تصرفق. شكون اللي صرفقو؟ لحنا داكشي ودرنا بحال لا موقع والو. جا وقت الناس وبدينا كنسمعوا الغوات في الزنقه وتنطلو ما كنلقاو حتى شي واحد. شويه طاحت شي حاجه في الكوزينه وحنا ندخلو. صافي هاد المره تجمدوا لينا الركابي. شويه طفى علينا الضو تنسمعوا الصوت تاع القطه. الرعب عشنا هذيك الليله بزز باش نعسنا. فاق فيصل داك الصباح باش يمشي يصلي الفجر، وملي كان تابعو سفيان للجامع بانت له واحد المراه مغطيه كامله بالكحل وحدها ازيد من 20 قط. هو يقول لها السلام، لكن هي ما جاوباتوش. مشى كيجري للجامع وكيقرا القران في الطريق. عقب صلى صلاه الجماعه مع الناس ورجع هو وفيصل ولقاو ديك السيده باقا جالسه بنفس الوضعيه. طلعوا تيجريو وجاو فيقونا انا وعلي باش نوضو نشوفوا واحد السيده غريبه. نضنا شفناها من الشرجم ونزلنا نشوفوها عن قرب. هضرنا معاها لكن ما كتجاوبش. المهم رجعنا طلعنا للشقه. داز النهار عادي، وصل الليل ومشينا نشوفوا عاوتاني داك الكتاب. هاد المره كلشي داز عادي. جلسنا فتحنا الكتاب وبدينا كنقراو وركزنا على الفصل تاع كيف تسير الجن لخدمتك. رغم الخوف لكن قلنا اجي نجربو. في التعاليم تاع هاد الكتاب كان داكشي ساهل، فقط مالك غير تجلس على شكل دائره انت وصحابك وحداكم الشمع وشي حاجه اخرى. فعلا جلسنا حنا بربعه ودورنا علينا الشمع على شكل نجمه خماسيه. جلسنا وحطينا الكتاب الوسط. بعد ما قرينا داكشي اللي فيه وسدينا عينينا وكل واحد بدا شاد في الاخر. شويه تنحس براسي تهزيت للفوق، كنقول لنفسي: اواه اش هادشي؟ دخل سفيان وحل عينيه شويه وحنا نطيحو في خطره. علي تقاس في يدي ما بقاش قدر يحركها.
اما فيصل شيرو بيه للكوزينه، لكن بقينا تنقلبو على سفيان. واللحظه فاش هزيت عيني تيبان ليا سفيان معلق في السقف لاصق على التريه، وانا نغوت: علي، فيصل، ناري اجي نقدو سفيان نزلوه. عقبنا نزلنا سفيان وجلسنا تنقراو القران جماعه، لكن والو ما عرفنا ما نديرو. شويه هز علي الكتاب وبدا يكمل القرايه تاعو. في هاد اللحظه طاح فيصل على وجه غيب وما فاق دازت 5 دقائق. انا دخلت عليه وبقيت تنقول: فيصل مالك صاحبي؟ اش وقالك باش تتحس؟ جاوبني مسكين بلا والو، غير راسي ضر لي. علاه فين كنا؟ وشكون فيقني؟ ياك انا كنت ناعس. انا سولتو كيفاش؟ واش ما عقلتي على والو صاحبي؟ فيصل جاوبني قال لي: واش تحمق ولا شنو؟ علاش غادي نعقل؟ راه انا كنت ناعس. صافي، منين شفنا هكاك عقبنا سكتنا كاملين ما قلنا والو. عقبنا سدينا الكتاب. هو يهزو سفيان حاول باش يشعل فيه العافيه، يلا شعل البريكه وهي طفى بوحدها، رغم انه حاول 3 ديال المرات. هنا عرفنا ان لعنه الكتاب لصقات فينا. صافي وصل الفجر، قلنا باش نعسو والصباح نفيقو بنفس جديد، على اساس نساو هادشي اللي وقع ونرجعوا للكتاب للغرفه تاع حارس العماره وانتهينا من هادشي كامل. المهم فقنا، مشيت انا وجدت الفطور والدراري عقبو مشاو يجمعوا الفراش. مشينا لليسي انا وعلي وسفيان، لكن فيصل بقى في الدار. المهم مشينا دوزنا الحصص تاعنا، وملي رجعنا عاود فتحنا الكتاب وقرينا ولقينا فيه كيفاش تحكم في البنت وترضي خاتم بين يديك. علي بنت ليه فهوده، مي ما خليناش، قلنا لي تقدر هي تموت صاحبي، خلي عليك هادشي. وحتى المواد باش تصيب داكشي راه بزاف، خاصك قطعه من التوب تاعها وشي شعره منها، المهم داكشي بزاف. وحنا نسدو الكتاب، مع تسد الكتاب هو يتسد الباب ديال الشقه بالجاب. دخلنا داك النهار عاوتاني ما نعسنا حتى ودن الفجر، غير ودن الفجر تنحسو براسنا مزيان، وظنينا ان داكشي عنده ارتباط غير بالليل. المهم عقبنا نعسنا تقريبا شي 2.5 ساعات، وفقنا كلنا مدقدقين وعيانين. مشينا لليسي دوزنا شي سويعات من الحصص وخلينا الكتاب في الدار. جا وقت العصر مشينا صلينا العصر في واحد الجامع حدا الليسي، وخرجنا تلاقينا ب4 في القهوه اللي حدا الليسي. كانوا كاع الطلبه يتجمعوا فيها، وجلسنا وبقينا كنفكروا في الموضوع. سفيان قال ان هادشي غير كوابيس، اما فيصل عقبنا ضويش الطاكسي. ركب في الطاكسي وكان الامر غريب على ما حكى لينا، ان مول الطاكسي ما كيبانوش عينيه، تيسوق بسرعه جنونيه، وداه لواحد المكان اللي مظلم فيه بزاف تاع الوجوه، هو واحد القطه غريبه. هو يهضر مول الطاكسي قال: شوف السي فيصل، جمع راسك، راكم جبتوا على راسكم البلا، مني حليتو داك الكتاب قتلتوني النص تاع القبيله. فيصل بالصدمه قال لي: انت شكون؟ والخطير في الامر هو ان جاوباتو قطه، قالت له: حنا اهل الكتاب، وشحال وحنا تنقلبوا عليه، جيتو نتوما خديتوه. عقب جا فيصل تيجري عندنا وعاود لينا هادشي كامل اللي وقع ليه، لكن حنا بصراحه ما فهمنا والو، وجانا داكشي صعيب باش نصدقوه. شويه وحنا نرتبوا الافكار ديالنا. المهم مشينا صلينا المغرب ورجعنا للشقه. بغينا نحلوا الباب تاع الشقه ولكن ما بغاش يتحل والو، دابزنا تاعينا وما بقى لينا حتى حل. وبقى لينا حل واحد، هو نمشيو عند الحارس تاع العماره. مشينا ولكن عاوتاني ما لقيناش. شويه فيصل بدا كيغوت: هي. قلنا لي: شكون هي؟ قال لينا: ورقه اللي هضرت معايا، ها هي ها. وحنا صراحه ما شفنا والو. قلنا له: فيصل راه ما كاين والو صاحبي. هو قال: لا كاينه، راني كنشوفها وهي دابا كتشوف فيا. شويه فيصل هرب طالع مع الدروج، عقبنا حنا تبعناه، مع وصل للباب ديال الشقه وي فرعو يعني في ثانيه، هو يتحل الباب وتقول هاد الباب يعني واش بغى يتحل من قبل، حتى فرعو فيصل بالخلعه اللي كانت فيه. مع دخلنا اما زدنا دخلنا، لقينا كتابه في الحيط بلون احمر وسمياتنا كلها في الحيط، ما عرفنا اش نديرو. وملي صباح الغد لي مشينا كنجريو عند واحد الفقيه، مشينا عنده لدارو
دقينا دخلنا، السلام السلام. قال لنا مالكم اولادي، مال وجهكم مخطوف. عاودنا له كلشي بالتفاصيل، اش وقع من الاول حتى الاخر. هو يقول لنا اجدكم تهزوا شي كتاب، راه السحر الاسود هذاك راه ما معاش اللعب. وجوج نسخ اللي كاينين في العالم من هذا الكتاب، واحد كاين في البرازيل والنسخه الثانيه راكم لقيتوها نتوما. المهم قال لنا مورا العشاء ان شاء الله رجعوا عندي نشوف مالكم. وحنا بصراحه كنا مخلوعين. مع خرجنا من عند الفقيه ناض حتى هو تبعنا، والفقيه مع الخرجه ديالو من دارو وقعت له حديده سير، دخلت فيه طوموبيل. إنا لله وإنا إليه راجعون. أواه، بصراحة كانت هذه صدمة لينا. الفقيه مات، اش هادشي؟ من تما عرفنا القضية أنها عاد خطيرة. داك الليل كل واحد فينا مشى يبات عند صاحبه. أنا وعلي مشينا عند واحد الصديق من البلاد. الليل كامل وتنفكروا في الفقيه شكون اللي قتلو، واش هي حادثة سير عادية ولا تما كاينة اللعنة ديال الكتاب. بصراحة ما عرفنا اش نديرو، واش نعاودو نمشيو عند شي فقيه اخر ولا بلاش. بدينا ديك الليلة كنرتبو في الافكار. ما علينا، فقنا عند السيد صاحبي وفطرنا وبقينا داك النهار كامل عنده حتى وصل المغرب. قبنا خرجنا ودرنا مع فيصل وسفيان باش نتلاقاو في الشقة ونشوفو شنو هادشي اللي واقع. فعلا تلاقينا وحنا كنا خايفين. حلينا الباب تاع العمارة وبدينا طالعين مع الدروج. شويه وحنا نوصلوا للطاج الثالث، ما احنا ساكنين في الطاج الرابع. وصلنا للطاج الثالث وبدينا كنسمعوا شي حد كيضحك، ولكن بواحد الصوت اللي جد غريب. وهاد الضحكه كانت ديال بنت، نقول لكم يعني عمرها بين 14 او 16 سنه على حسب الصوت تاعها. وانا نتلفت عند علي سولته واش سمعتي هاد الصوت اللي سمعت انا؟ قال لي وسفيان تا هو سمع، الا فيصل اللي ما سمع والو. استغربنا وقلنا ماشي واحد اللي سمع، راه 3. اذا هادشي راه صحيح. المهم تمينا طالعين ومازال كنسمعوا الصوت تاع الضحكه تاع ديك البنت. مع وصلنا بغينا نحلوا الباب ديال الشقه تنسمعوا ضحكه عاوتاني وسط الشقه. انا قلت لهم غنفتح الباب واللي بغى يوقع يوقع. فعلا دخلت الساروت في القفل وحليت الباب. الشقه كان فيها واحد الريحه زوينه، وداك الدم اللي شفناه من قبل مكتوب في الحيط ما بقيناش لقيناه. تما تهزيت بالخلعه وقلت اواه اش هادشي؟ واش انا كنحلم ولا شنو؟ اتفقنا اننا صافي خاصنا نلوحو داك الكتاب. تصوروا اللي جاي يهز الكتاب باش يلوحو تيجيه ثقيل بحال كانت فيه شي 100 كيلو. وصلت صلاة المغرب ومشينا صلينا. جينا نطلعو في العمارة تيبان لينا شي عينين تيشوفو فينا من الشرجم تاع بيت العساس. انا شتم وسفيان حتى هو، وكلنا وقفنا وتقول بغاو يختفاو. بدينا نقراو في القرآن الساعة والو، شوية عقبو مشاو اختفاو. المهم طلعنا وحليت الباب، تيبان ليا كلشي مستف ومرتب. جا وقت الناس وحنا نطفيو الضوء. شوية تنسمعو الغوات على برا، تنطلعو من الشرجم الساعة والو. ويطرشق ليا عاوتاني وانا نحل الكتاب. لقيت ان هاد الكتاب الا مشاو حتى حلوه 3 الناس راه ضروري تيموت فيهم شي واحد. جاب الله حنا جوج اللي حلينا هاد الكتاب، انا وعلي فقط. المهم بقينا هكداك. هاد العالم لاش دخلنا ولا صعيب وخطر بزاف، والقضيه فيها الموت. مع الفجر قلنا نشوفوا واحد الفقيه هنينا من هادشي. الصباح فقت خرجت من حدا الباب تنلقى واحد السيد حدا الباب معوق من رجليه ويديه بحال ما كاينينش. مع شاف فيا وما يجمدوا ليا رجليا والرعشه جاتني في قلبي. كان وجهه حمر وعينو مسدوده. رجعت تنجري عند الدراري يجيو يشوفوا. نزلنا الساعه ما بقينا والو. المهم مشينا عند واحد الفقيه دخلنا عنده السلام السلام، عاودنا له اشنو وقع لينا بالتفاصيل. قال لنا الفقيه ارا نشوف هاد الكتاب. مديتو له هكا السي الفقيه. السيد غير شاف الكتاب بحال صرفقتيه، لونو زاد تبدل وتخطف ونقز من بلاصتو. هو يسولنا بعصبيه منين جبتو هاد الكتاب، واش حليتوه؟ جاوبنا حليناه وقريناه وراه جبناه من عند واحد السيد السي الفقيه. قال لنا الدراري
هاد الكتاب خطر عليكم ويقدر يقتلكم. راه السحر الاسود هذا. يمكن لكم تحكموا في الجن، لكن لا غفلتوا على كلمه وحده غتموتوا، حيت قتلتوا دابا قبيله على قدا تاع الجن. المهم امرنا الفقيه باش نوضوا نحرقوا الكتاب وما نلوحوش ليه لقاه شي حد. هو يسولنا شكون فيكم وقعت له شي حاجه. قلنا ليه فيصل. قال لنا هذا دابا راه محكم في الجن. الدراري كاملين خافوا، وفيصل تبدل لون عينيه وبدا يهضر معنا بواحد الصوت خاشن. نتوما الدراري واش بغيتو عندنا؟ اش داكم لشي كتاب؟ قابلوا قرايتكم. دابا كنا ناويين نقتلوكم، لكن دوك اللي حداكم ما خلاوناش. هنا عرفنا راسنا محميين ومحصنين. الفقيه بدا كيهضر مع فيصل. حنا خرجنا بكثرة الخلعة. شويه جا فيصل وقلنا له مالك، واش عقلتي على شي حاجه؟ قال لينا والو، ما عقلت على حتى شي حاجه. السيد بحال مسحتي ليه الذاكره. خرجنا من عند الفقيه بدينا كنسمعوا الجرى مورانا. كندورو ما كيبان لينا والو. شويه تبان لنا شي دراري كيلعبوا الباركور، وحنا نديروا لهم واحد التحدي. حطينا داك الكتاب وطلبنا منهم اللي نقز فوق الكتاب 10 المرات غادي نعطيوه 100 درهم. تا واحد الصراحه ما زعم يديرها. هو ينوض واحد فيهم زعم، هو يقبل التحدي. مع بغى ينقز فوق الكتاب مع التنقيزه طاح تهرس من يدو. حنا عقبنا هزينا الكتاب وهربنا، مع اصلا دوك الدراري ما كنعرفوهمش ما كيعرفونا. وصلنا للعماره وطلعنا دخلنا للشقه، ولكن كانت واحد الصدمه كبيره بزاف. لقينا ديك السيده اللي كانوا معها المشاش، وداك السيد اللي كان معوق في الراس تاع الزنقه، وحتى ديك القطه اللي هضرات مع فيصل. كلهم لقيناهم مجموعين وسط السوقات يتسناو فينا. صافي ما نكذبش عليكم اخوتي، ماشي غير الماء طاح لينا في الركابي، القلوب تاعنا كانت غتسكت. بغينا نهربوا من الشقه ولكن شي حاجه ما خلاتناش. الباب تسد غير بوحدو وتسورت وما لقيناش كيفاش نهربوا. وهنا غيبدا حوار اخر وقصه اخرى. هو جلسنا سيادي ولا تيبان لينا نفوسنا كاننا في شي محكمه، وهادوك الجواد اللي لقينا وسط الشقه وقفوا علينا باش يحاسبونا وما يقولوا لينا اش بغيتو عندنا، اش درنا ليكم، واش بغيتونا حتى حنا نقتلوا شي حد من عائلاتكم. صافي انا بصراحه تخلعت شويه وما يبداو يجبدوا لينا اسماء الافراد ديال العائلات تاعنا كاملين، من الاباء ديالنا خوت ديالنا وراكم عارفين. شويه ويتقدم عندنا ديك السيده وجا صراحه ما باينش، لكن من خلال هضرتها كتبين انها كبيره في السن. قالت لينا الكتاب اللي حليتو راه كانت فيه واحد اللعنه، وفاش حليتو تحرقنا ومات فينا شحال من واحد. شويه ويخرج لينا واحد وجهه مدور وراسو صغير وودنيه بشكال وعينيه كلهم حمرين. حنا بصراحه مش نقول لكم. صافي داك النهار جاب لينا راسنا كاننا في شي فيلم ديال الرعب. الوقفه بقينا واقفين غير بزاز، والخوف كل دقيقه تيزيد يسيطر علينا. وهي تقول لنا ديك السيده المهم حنا ما غنقيسوكم ما والو، حيت ما خلاوناش دوك اللي معاكم، لكن غنقدروا نقضيو على الناس اللي كتحبوا واللي كتعرفوا، خصوصا من افراد العائله ديالكم. هنا حسيت ان القضيه ولات صعيبه بزاف. بغينا نطلبوا منهم السماحه لكن اش نديرو؟ هادو ما في قلبهم لا رحمه ولا شفقه. مهم بقاو تيهضروا بيناتهم، وهي تعاود تنطق ديك السيده. قالت لينا بغيتونا نبعدو منكم، لكن غتلتزموا بواحد الشروط. الشرط الاول هو غتبعدوا لهاد الكتاب، والشرط الثاني هو انكم غتعطيونا الفدية على الجنون اللي قتلتو لينا. قلنا لها موافقين على لا. واخا كيفاش غادي نجيبوا لكم هاد الفدية؟ قالت لينا غتمشيو للمقبره وغتهزوا شويه ديال التراب مع السميه تاع داك السيد او السيده اللي مدفونه في ديك القبر، مع التاريخ والنهار فاش توفات او فاش توفى. قلنا لها واخا، واشنو ضامن لينا هادشي؟ قالت لينا ما كاين لا ضمان لا والو، يا اما ديروا هادشي يا اما غادي نقضيو على العائلات ديالكم.
صافي المهم وافقنا على الشروط. خرجت انا وعلي ومشينا قصدنا المقبره. في الطريق ديالنا للمقبره كنسمعوا تاني شي ضحكه، ملي كندورو ما تيبان لنا حتى واحد، وفي نفس الوقت كنحسوا ان شي حد تابعنا، لكن فاش كندورو عاوتاني ما كيبان لينا حتى حد. المهم مشينا قصدنا واحد القبر، وحنا نهزو من التراب ديالو مع الاسم ديالو والتاريخ فاش توفى مولاه. شويه تتبان لينا واحد المراه لابسه البيض، وجالسه هذيك السيده اللي معروفه ببغيلة القبور، وكان حداها واحد البغل. المهم حنا مع الخلعه هربنا كنجريو، وكنحسوا براسنا اننا تقال بحال ما قادرينش نجريو. المهم بقينا هكاك وصلنا للدار، عطينا لديك السيده داك شويه تاع التراب اللي جبناه من داك القبر مع السميه والتاريخ تاع السيد اللي متوفي، وهي تشد هي داك التراب وهي تخوي على الكتاب وقرات شي حاجه. واحد شويه كلشي ترفع الفوق، تنحسوا براسنا رجلينا مدلين لتحت ومرفوعين. شويه وما يكملوا المراسم تاع دفن الكتاب، حيت داونا لواحد البيت اللي اش نقول لكم كان مخنوق وخانز بزاف، وفيه شي وجوه كما قلت لكم يعني بشكل. المهم هما يهزوا داك الكتاب. شويه وينوض واحد الراجل خرج من الارض ديال الغرفه اللي كنا فيها، وهي تقول لنا ديك السيده ان هذا الراجل هو صاحب هذاك القبر. دابا هاد اللعنه اللي كانت فيكم غادا تلصق دابا فيه وتحيد منكم، لكن الشرط الاخير اللي طلبات منا هو اننا باش نساو هاد الشيء وما بقيناش نهضروا على هذا الموضوع مع اي واحد. صافي عقبنا اتفقنا معاه على هاد الشيء، هو يخرج داك الجن من فيصل بواحد الطريقه اللي خلاتنا نتزعزعوا بزاف. المهم شويه داكشي داز بحال الحلمه، شويه تنحلوا عينينا تلقاو راسنا قدام العماره. عقبنا طلعنا مع الدروج ودخلنا للشقه وتيبان لينا كانه شيء لم يكن. من تما عرفنا بالله ان هاد اللعنه صافي تفارقت معانا، ومن داك النهار سدينا الموضوع. ودازت واحد المده وحنا نمشيو عند الفقيه وعاودنا لي داكشي وفرحنا معاه صراحه، وحتى هو فرح معانا. ولكن بقى فينا الفقيه اللي مسكين توفى بسبب اللعنه تاع هاد الكتاب.